السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل السبانخ اللي عندي ديت مجمدة، بجيبها جاهزة كده في أكياس. هنا أنا جبت سمنة بلدي وزيت وحطيت فيهم بصلاية كده وقطعتها قطع صغيرة، وجبت كمية التوم ديت وقطعتها زي ما احنا شايفين، ورشيت عليهم شوية ملح وقلبتهم كويس جدا. هاخد نص كمية التوم دي بس، هنشوف دلوقتي هنعمل بالنص التاني ايه. هضيفهم على البصل وهقلبهم كويس، يعني البصل بتاعي يا دوب بادئ يدبل اهوت او كده. وبعدين انا بحب قوي اضيف على البصل وعلى الثوم هما على النار في الزيت والسمنه. بحب احط شويه فلفل اسود، بحب احط شويه ملح، شويه كمون. بحس ان هو بيديني ريحه اجمل كمان من ان هما يبقوا لوحدهم. يا سلام بقى الحاجات اللي هي بصلصه ديت، الاكلات الجميله ديت مع سنه شطه جميله. بيبقى بتدي لها تميز كده في الطعم جميل. حطيت شويه بابريكا ومعلقه صلصه حلوه كده وقلبتهم كلهم مع بعض. الريحه بقى يا جماعه طبعا انتوا اكيد بقى متخيلين. وبعدين نزلت بعصير الطماطم بتاعي. بتعملي بقى حسب الكميه بتاعتك. هنا طبعا شويه السكر لازم نضيفهم مع الصلصه في اي اكله، لان بيعادل الحموضه وبيخلي وبيعطي طعم جميل جدا. وطبعا بظبط الملح بتاعي. هنا انا هبدأ اضيف بعض برضو من التوابل، مكونات تانية. حطيت شوية بهارات مشكلة كده وشوية زنجبيل وشوية كزبرة بس مش كتير. هنا انا خلاص سبتهم على النار شوية لحد ما يعني خدت كام غلوة كده حلوين مع بعض. التسبيكة بتاعتي دي اكياس السبانخ اللي انا بقول لكم عليها، بتبقى شبه المربعات كده زي ما احنا شايفين. انا هضيف الكمية بتاعتي في الصلصة. وكان عندي في الفريزر شبت وكزبرة كده متكيسين، ما كنت مقطعاهم وكده ببقى عينهم. وهنا بقى شوية رز حوالي معلقتين تلاتة كده. غسلتهم ونضفتهم كويس جدا وصفيتهم من المية. ودي شوربة كانت عندي، مش فاكرة والله كانت شوربة بط أو شوربة لحمة. هنا بقى هسيبهم طبعا بقى كلهم بيستووا مع بعض. انا بقى هكون بجهز ايه بقى كده. بجهز الطشه الجميله، معلقه سمنه بلدي زي ما احنا شايفين. وهحط عليها بقى بقيه كميه التوم بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها، واحط فيهم شويه كزبره. الطشه دي رهيبه يا جماعه. هقلب الطشه بتاعتي الجميله ديت زي ما احنا شايفين، وطبعا التوم اصلا عليه شويه ملح كمان عشان نبقى عارفين. هنا اللي خلاص انا يعتبر السبانخ بتاعتي خلاص خلصت. هضيف بقى الطشه وشوفوا بقى الجمال والريحه. واللهم بارك، الطعم كان روعه. جربوها وقولوا لي رايكم، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.